اسرع طريقة عندي لان اسوي بيها الفراخ واعملها بطريقة حلوة قوي. مش تاخد منك وقت ولا مجهود ولا حلال كتير ولا اي حاجة. هتجيبي فرخة تتبليها بالبصل والثوم، سوري، بالبصل والفلفل الاسمر والكمون والملح. هتسيبيها في التتبيلة حوالي ربع ساعة، بعد كده تقطعيها على 9 قطع لو فرخة كبيرة، او 10 قطع. بعد كده هجيب عندي طاسة او حلة احط فيها سمنة بلدي او زيت او اي حاجة، مادة دهنية يعني. بعد كده ما الزيت بيسخن عندي او السمنة، بنزل عندي بالفراخ اللي انا مقطعاها بشوحها تشويحة بتاخد عندي لون السوا. بعد كده بديها تقليبة لحد ما تاخد كده لون السوا معايا. بعد كده بقطع بطاطس وبصلاية كده حلقات. بعد كده بحط لها التوابل، فلفل اسمر كمون، تمام. بقى اديها بقى تقليبه كده وبظبط لها الملح. لو عندك شوربه هتسقيها كوبايه ونص من الشوربه، ما عندكيش شوربه هتحطي نص قرص ماجي على كوبايه وربع ميه. تظبطي الملح بتاعها وتغطي عليها وما تستوي بقى بتتاكل بالعيش، حاجه كده خرافه وتحفه وتغيير. واتمنى تجربوها، تدعولي وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.